مش هتتبسط في الساحل الشمالي لان الناس كلها اتكلمت عن الاسعار، فمش هتكلم فيه. تاني حاجة، اوعى تفتكر ان انت كاونر او كشاري ان انت كده خلاص، لا، انت اكتر واحد بيطلع عين اهلك. انت ما بتعرفش تروح حتة وتلاقي مكان، كل البنفيتس بتاعتك ناس تانية بتستخدمها مجهولة الهوية. عدد المجاملات اللي بيتعمل 10 اضعاف الناس اللي المفروض تبقى موجوده، فانت ما بتتمتعش باي حاجه. الناس دي بتبقى جايه مره وخلاص، فهتتبسط يعني هتتبسط، هتطلق عينك، هتتخانق معاك، هتبهدلك، بس هتتبسط، والبلد اللي ما حدش يعرفك فيه. تالت حاجة، انت لازم يبقى عندك علاقات مهمة جدا جدا، ولازم تبقى واصل قوي عشان تعرف تحجز في مكان، ولازم يبقوا عارفين اصلك وفصلك وعلاقاتك وبروفايلاتك، بغض النظر عن الفلوس اللي انت هتدفعها. هترجع من الساحل الشمالي محتاج اجازة عشان تصفي ذهنك وبدنك، وان انت ما تتحولش لمريض نفسي والله العظيم، وحد من عيلتك هيرجع غير سوي. وهترجع تفهم ان احنا ما عندناش ثقافة الانبساط، مش عارفين نتبسط، مش عارفين نسيب الناس تتبسط. كل حاجة حلوة، المشكلة فينا احنا راسين.